كلمة يقولوا ايه علينا الناس برضو هتخليه انسان حساس جدا لكلام الناس. ممكن كلمة توديه وكلمة تجيبه، ممكن كلمة تفرحه قوي وكلمة تتعبه جدا وممكن تجيب له اكتئاب، وده هيضعف شخصيته على فكرة وهيخليه انسان مش واثق في نفسه وبيتبع اي كلمة اي حد ممكن يقولها. كمان كلمة زي كده لو هو اتعود دايما يسمعها منك هيكون انسان متردد، لانه لما يجي يدخل في اي موضوع سواء شغل او سواء حاجة هيشتريها هيقعد يفكر يا ترى الناس هتقول عليا ايه. طبعا ده هيخليه انسان متردد في حياته، وممكن واحد يقول له كلمة سلبية، يعني مثلا ابنك يدخل مشروع معين ويمشي فيه وفجأة تلاقي واحد يطلع له بكلمة سلبية تحبطه جدا وتفشله ويحبط كتير جدا من عزيمته ويتوقف المشروع بالنسبة له بسبب كلمة زي كده، عشان هو حاطط للكلام الناس أهمية كبيرة قوي. كمان هتخلي ابنك انسان دايما منتقد للاخرين وبيحاسب الاخرين، لانه هو قبل على نفسه ان الناس تقول عليه كلام. لكن لو هو ما كانش بيقبل حاجة زي كده هو كمان مش هيحاسب حد